ونيف اكارد في المكان المناسب يبعد الكره ويبعد. كنقول انه كان هدف محقق بالنسبه للمنتخب الايفواري. اومار دياكيتي لاعب فريق ستاد ريمس الفرنسي. هنا محاوله ديال فرانكيسي، حذري من التمريرات الخاطئه لان المنتخب الايفواري سيحاول استثمار هذه الفرص وهذه المحاولات خصوصا تسديدات للمرمى. المنتخب الايفواري لاحظوا غانم سيس رجع الكره ياسين بونو ولكن التمريره كانت خاطئه فقط لاومار دياكيتي. اومار دياكيتي اللي راوغ حارس ياسين بونو يسدد مره اخرى. نيف اكارد لاحظوا كيوقف كره اقل ما يقال عنها. نيف اكارد وغانم سيس، اعتقد بان نيف اكارد هو اللي لمس الكره وسليم املاح الكره ما مشاتش بعيد. نتابعوا مره اخرى الراسيه ديال اعتقد سليم املاح هو اللي لمس الكره في الوقت اللي لو يعني لاحظوا نيف اكارد كان في وضعيه افضل لانه كان خروج الحارس يحيى فوفانا، خروج كان خاطئ كان بامكان لفائده المنتخب الايفواري. سيباستيان اولر نتابع من جديد هذه المحاولات التمريره. لاحظوا كان هناك فراغ على مستوى الدفاع ديال المنتخب الوطني المغربي. تسديده تصل الكره لسيباستيان اولر الذي يسدد تدخل ممتاز للحارس ياسين بونو الذي يبعد الكره للزاويه، زاويه لفائده المنتخب الايفواري. اذا الزاويه من الجهه اليسرى لمرمى الحارس ياسين بونو. المنتخب الوطني المغربي امين حارث رفع الكره بشكل ممتاز. نتابعوا كان هناك تدخل امام امين عدلي. نتابعوا من زاويه اخرى لاحظوا المدافع كونان غيسلان بحث على من كل من يسيكو فوفانا وكذلك كونان انه يعطوا الامتار القانونيه. عبد الصمد الزلزولي كان استثمار هذه الفرصه وهذه المحاوله في ذات المنتخب الوطني المغربي. امين عدلي واشرف حكيمي وراء الكره. من سيسدد هذه الكره الثابته؟ اشرف حكيمي ام امين عدلي؟ كنتظروا الصافره ديال الحكم. اذا اشرف حكيمي تلعبات الكره دائريه، تدخل ديال كونان غيسلان والكره خارج. هدف التعادل، هدف التعادل لفائده المنتخب الوطني المغربي. هداف الدوري اليوناني ايوب الكعبي يضع الكره في الشباك. اول لمسه للقناص للهداف يضعها في مرمى يحيى فوفانا. فرحه كبيره الجماهير المغربيه واللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي. تحدثت على ايوب الكعبي هداف الدوري اليوناني، 5 ديال الاهداف، متالق حاليا مع اولمبياكوس وكان ساهم في فوز ديال فريق اولمبياكوس في العديد من المباريات. يتمكن من توقيع هدف التعادل في اول عوده له لصفوف وللمنتخب الوطني المغربي. لاحظوا وسط الكره كان هناك خطا على مستوى الدفاع. ايوب الكعبي كرات بهذا الشكل هذوما القناصين، هذوما الهدافين اللي يمكن نقول بانه في اقل فرص بامكانه يضع الكره في الشباك. اذا ايوب الكعبي يعيد عقارب المباراه لنقطه البدايه. هدف ليميتي بين المنتخبين. ايوب الكعبي كيتمكن من وضع الكره في الشباك، شباك الحارس يحيى فوفانا.